قلت لنفسي وانا حامل انا مش حابه زي امي، مش هزعق في ولادي ابدا، بس دلوقتي بلاقي نفسي بزعق زيها بالظبط. دي قصة جات لي في رسالة كلاينت او الام دي بتحكي لي بالظبط كالاتي: امي كانت بتزعق فينا طول الوقت، صوتها كان بيملى البيت، وكنت دايما بحس بالخوف باني دايما غلطانة، وقلت لنفسي انا مش هعمل كده، انا هبقى ام هادية. بس اول ما بقيت ام لقيت نفسي بزعق لما ولادي يعملوا فوضى، لما يتخانقوا، لما محدش يسمع كلامي، بلاقي الغضب بيطلع مني بنفس الطريقة، بنفس الصوت، بنفس الكلمات. وبعد ما بهدى بحس بالذنب، بحس اني ام فاشله، وبقول لنفسي انا عملت اللي قلت مش هعمله. بس تعرفي الحقيقه ده مش ذنبك، ده بيرن اوت او استنزاف. البيرن اوت مش بس تعب جسدي، ده نتيجه انك كبرتي من غير ما حد يعلمك انك لازم تاخدي بريك قبل ما تنهاري وتنفجري. ازاي تنظمي مشاعرك، ازاي تتعاملي مع غضبك. لما بتكبري في بيت ما بيبقاش فيه مساحه لمشاعرك، البيرن اوت بيبدا من الطفوله. ولما بتبقي ام محترقه ما عندكيش طاقه للصبر، الغضب بيطلع لان جواكي خلاص مفيش مساحه لحاجه تانية. ودي اللحظه اللي لازم نقف فيها. دلوقتي جه الوقت انك تكسري الدايره دي، تشفي الطفله اللي جواك، تعرفي ادوات تساعدك في البيرن اوت. في الكوميونتي بتاعتنا في امهات زيك كتير هتكون بتفهمك وبتدعمك. بنتعلم نفهم التريجرز بتاعتنا، بنتعلم ادوات عمليه ازاي ننظم بيها مشاعرنا، وبنعلم ولادنا نفس الادوات دي. لو عايزه تبداي اكتبي لي كلمه بيرن اوت في الكومنتس، وجه الوقت ان نوقف البيرن اوت ده.